يا صباح الفل، يا صباح العسل على كل حبايبي اللي بحبهم وبموت فيهم. بصوا بقى، احنا النهارده هنعمل ايه؟ كايزر. تمام كده. هنجيب كيلو بس من الدقيق، كيس خميره فوريه، وشويه ميه دافيين. هتعملي الكميه دي كلها. احلى كايزر هتعمليه في البيت بدقيق وميه بدون زبده. بصي، واقتصادي، ما بياخدش اي ولا وقت ولا مجهود ولا مصاريف. كل الحكاية اللي انت هتصرفيها هي 25 جنيه بس. وعايزة اقولك ان احنا بنجيب الواحدة من الفرنة ب5 جنيه. شوف انا عملت كل الكمية دي كلها وب25 جنيه بس، وحاجة في بيتك انت عارفاها معمولة ازاي. وبصي شكله بعد ما انا طلعته من الفرن، ولا عايزة اقولك ريحته جنان جنان جنان. تعالى اقولك بقى نعمله ازاي. اول حاجة، اللي اول مره يشوفني انا مطبخ ام هاجر، اوعي ينسيني بالاشتراك في القناه، يفعل لي الجرس عشان يوصل له كل حاجه بعملها. كومنت كده حلو منك ليا وشير. معايا كوبايه ميه دافيه نزلت بيها، هنزل بكيس الخميره بقى الفوري. تمام كده. وهنزل 4 معالق من السكر. هنقلب الكلام ده كله مع بعضه عشان نختبر الخميره ونشوفها ايه، حلوه ولا لا. لو طلعت فقاعه كده يبقى هي كده مظبوطه. اهم حاجة اختبري الخميرة بتاعتك وشوفيها حلوة ولا لا. انا كده اختبرتها وهي حلوة كده. تمام كده. هقلب بقى الخميرة مع السكر مع المية الدافية، وهنزل بنص كوباية زيت. هنزل بكوباية زيت وهقلب برضو. بصي الخميرة بتاعتي قربت كده ايه تتفاعل. هنخل الدقيق بتاعي بقى، اهم حاجة تنخلي الدقيق بتاعك قبل ما تنزلي عليه. تمام كده. نخلت الدقيق بتاعي، هنزل بقى كده بالراحة عليه، معلقة كده معلقة. هنقلب كده الكلام ده بالمعلقة الأول قبل ما نعجن بإيدينا. هلم كده الدقيق بتاعي في الخليط كده. بصي وصفة سهلة وبسيطة، وهتعملي لولادك حاجة حلوة في البيت. تمام كده. أنا لميت العجين بتاعي. هنزل بشوية مية صغيرة. أهم حاجة انزلي بالمية حبة حبة صغيرين، لأن ممكن العجين بتاعك ما يكونش بياخد مية، ما يكونش فيه عرق، فانت انزلي بالمية حبة حبة عشان العجينة ما تسحش منك. تمام. قلبي، حسيت ان انت عايزة تحطي مية حطي. انا كده العجينة بتاعتي بتاخد مية. تمام كده. هعجن بقى بايدي. اهم حاجة ان انت تعجنيها كويس. اهم حاجة في المخبوزات دي العجن بتاعها تكوني عجناها كويس. تمام كده. انا بلم العجينة بتاعتي الاول. انا هحط لها بس شوية مية صغيرة خالص. هي مش عايزة مية، بس انا هحط لها حبة صغيرين خالص. الم الدقيق اللي معايا في الطبق. بصي اهم حاجة تدي بوكس كده تعجني في العجين. ايوه كده، اكنك بتدي بوكس. ادي بوكس للعجين كده. اهم حاجة تكوني عجنة العجين كويس وختمها كويس. حطيت شوية مية صغيرة كمان. هفضل اعجن شوية كده برضو حلوين. اهم حاجة تكوني عجنة عجينتك كويس عشان تطلع معاكي حلوة. بصي العجينة بتاعتي جميلة وفيها عرق وحلوة. هنزل بشوية زيت كده صغيرين، والم كده العجينة بتاعتي بالزيت واديها عجنة برضو. كده العجينة بتاعتي بقت جميلة. كل ما هتعجنيها هتبقى حلوة معاكي. ممكن بقى تاكلي جبنة لانشون، جبنة رومي،
بالكايزر، ممكن تجيبي بقى ايه همبرجر. تمام. هنزل كده بقى على الرخامة بتاعتي وهعجنها براحتي. ايوه، ادي بوكس كده في العجين، عجينيه حلو عشان تطلع معاكي حلوة. كده العجينة بتاعتي خلاص بقت حلوة كده. تمام. لمي كده العجينة بالطريقة دي وعجنيها. بصي مش هتاخد معاكي 5 دقايق، وبجد هتوفري كتير. اللي يخليكي تشتري واحدة ب5 جنيه، اما انت ممكن تعملي كمية وب20 جنيه بس. كده لميت عجينتي، هحطها بقى كده في الطبق تاني واسيبها تخمر، وهغطي عليها. تمام كده. كده العجينة بتاعتي خمرت. عايزة اقولك النور كان قاطع ساعة ونص، فهي خمرت وبقت جميلة. هطلع بقى الهوا كده منها وهلم العجينة بتاعتي. بصي عجينتي مختمرة وجميلة. هلم العجينة بتاعتي كده بقى من الطبق. عايزة اقولك العجينة اللي بتلزق دي تبقى جميلة ومختومة صح، وتبقى معاكي طرية وحلوة. تمام كده. هقطع بقى ايه العجينة بتاعتي كور كده قد البيضة، وهتكوريها بالشكل ده كده، وتلمي العجينة وتكوراها كده على ايدك. بص انا عملتها كده وهرجع تاني اكورها تاني، بس انا بسيبها ترتاح شوية. تلمي كده بالشكل ده. هتعمليها كبيرة هتعمليها صغيرة، حسب الحجم اللي انت عايزاه. انا بعملها قد البيضة كده، ولا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. شير وكومنت حلو كده منك لمطبخ ام هاجر. ويا رب يا رب النهارده وصفتي تعجبك. تمام. عملت الكمية بتاعتي اهمت، سبتهم يرتاحوا شوية. هجيب بقى الصينية بتاعتي. كده بعد ما ارتاحت شوية العجينة، هجيب بقى العجينة والمها كده بالشكل ده، وهتعمليها بالطريقة دي كده، وتلمي العجينة وتحطي على طول في الصينية بتاعتك، تكوريها كده بالشكل ده وتلفيها كده على ايدك كرة، وتنزلي بقى في الصينية بتاعتك. هنعمل واحدة كمان معاكي، هتعمليها كده بالشكل ده، وتلمي كده وتكوري وتكورها كده على ايدك. تمام كده. عايزه اقولك ان النور قطع وانا بعمل، انا شغاله على نور الكشاف بتاع التليفون. بص انا سبت العجينه بتاعتي شويه. هعمل ايه بقى؟ هنزل عليها بالسمسم بتاعي وشويه حبه البركه. لو انت حابه تحطي حطي، مش حابه خلاص ما تحطيش. تمام كده. بفرشه وهتبليها معاه، وشها هتوشيها لبن او هتعمليها ميه بالفرشه بتاعتك، عشان طبعا السمسم يلزق معاكي. عايزه اقولك انا اصلا مش شايفه حاجه وانا شغاله، النور قاطع وانا مش شايفه. حطيت كده السمسم بتاعي. بس كل ما تقعديها بتختمر معاكي والكرة بتكبر. تمام كده. سبتها ترتاح شويه. هروح بقى ايه ادخلها الفرن، وعايزه اقولك انا مش شايفه حاجه والنور قاطع. وكده خلاص استوت معايا، وده شكلها. يا رب يا رب تعجبك. طريقه سهله وبسيطه، مش تاخد معاكي وقت، وهتعملي كميه كبيره ومن غير تكلفه.
ممكن بقى تعمليها للفطار، ممكن تعمليها للعشاء، ممكن تعمليها في اي وقت لاولادك سندوتشات كده بالكايزر ده، هيحبوها جدا. اوعي تنسيني باللايك والشير، كومنت حلو منك ليا.